صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ هنعمل النهاردة القطايف بالشكل ده. هنعمل العجينة زي بتاع القطايف بالظبط. شايفين الشكل بتاعها؟ عجينة مظبوطة وحلوة قوي وما فيهاش اي مكونات غير هو دقيق ومية وخميرة. هنعمل منها اشكال كتير، منها اللي بالقشطة العربي ومنها اللي بالمكسرات والحادق وبالنوتيلا. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد أنا بنزله. بصوا الشكل ده منها كمان الحادق اللي باللحمة المفرومة وبالجبنة الموزاريلا. تعملي منها أشكال كتير. وهنبدأ دلوقتي. أول حاجة بنعملها الشربات، 4 كوبايات سكر و2 كوباية مية وعصرة نص ليمونة، وما تقلبيش. ومجرد الغليان هنحط معلقتين عسل جلوكوز أو معلقتين عسل أبيض البديل بتاعهم، وهتغلي من 12 دقيقة لربع ساعة. وبعدين هتسيبيها لما تبرد علشان ما تعملش سكر أو تسكر، تحطيها في حاجة تانية، تقلبيها في حاجة تانية. وهنبدأ دلوقتي بالدقيق بتاع القطايف. معانا 2 كوباية دقيق كبار منخولين، عليهم 1.5 كوباية نفس الكوباية المعيارية بتاعتها اللي أنا عايرت بيها، 1.5 كوباية من المية. هنحط في الخلاط على طول البيكنج باودر، ذرة بيكنج باودر دي على فكرة المعلقة الصغننة قوي اللي هي طرف المعلقة الصغيرة، شايفينها؟ ومعانا معلقة الخميرة صغيرة برضو ممسوحة، ومعلقة سكر علشان الخميرة، والمية تكون فترة مش أكتر. ضربنا كده الخليط كله في الخلاط، مش محتاج إن هو يتصفى. بصي شكل الخليط زي البنكيك كده، ما يكونش ولا خفيف ولا تقيل. هنسيبها 10 دقايق مجرد إن هي ترتاح. أنا عملت مقدار تاني على فكرة نفس المقادير علشان يكفي الكمية كلها. بنحتاج طاسة تكون من التيفال، لأني أنا جربت الجرانيت وجربت كل أنواع الطاسات. الحقيقة هي التيفال هي بتبقى مريحة وبتطلع التسوية حلوة جدا. لازم نسخن الطاسة الأول، ما تكونش سخنة قوي، وبعدين بتحطي بالكوباية المعيارية كده أو كوباية صغيرة أو فنجان عشان يبقى كل مقاس واحد. بتروحي صباها كده، مش بتدهني زيت ولا أي حاجة، مجرد ما اللون بتاعها يتغير ويبدأ من جوه تستوي. بصوا بيدخل السوا من بره لجوه، شايفين اللون بتاعها بدأ يغير ازاي؟ هتمسكيها بالسباتشلا كده، تطلعيها بالراحة من الحرف من بره. بتكوني محضرة فوطة نظيفة عشان تحطيها عليها. بصي اللون بتاعها، الخروم بتاعتها مش كبيرة، وبصي اللون بتاعها والحرف بتاعها بدأ يعمل زي زجزاج كده. بصي بتغطيها بفوطة تانية، وحاولي ما تحطيش كله على بعض عشان ما تلزقش. هنبدأ دلوقتي بالقشطة العربي. حطينا 1.5 لتر من اللبن، مجرد ما يغلي حطينا 1/4 كوباية خل، وبديل للخل الليمون برضو. هنسيبها تغلي كويس قوي، هتقعد حوالي أكتر من نص ساعة. تسيبيها لغاية توطي عليها النار لغاية لما تعمل القريشة.
وبعدين تصفيها في مصفى ضيقة زي ما احنا شايفين كده. انا بصفيها في مصفى ضيقة لغاية لما طبعا في الغلية لغاية لما فصلت القريشة عن المية عن اللبن. بصوا خلاص ده المية بتاعتها انا مش محتاجاها. هناخد القريشة دي على جنب. هنحط بقى القشطة اللي احنا هنعملها زي المهلبية. كوباية لبن، هنحط عليها معلقتين سكر، وهناخد نص كوباية لبن تانية هنحط فيها معلقتين من السميد البسبوسة، سميد البسبوسة السايب اللي هو عند العطار، وهنحط عليها معلقتين من النشا، وهنقلبهم بعيد عن دي سميد البسبوسة. شايفين بس هو اللون بتاعه مش واضح من الإضاءة. احنا بنقلبهم كده بعيد عن الحلة اللي فيها اللبن. هنقلبهم كده كويس عشان ما تعملش اي كلكعة في اللبن. هنقلب كده الخليط الاول على البارد، وكده ولعنا عليه كده النار. هنقلب لغاية لما يتقل القوام بتاعه. هناخدها الخليط ده هنحطه مع القريشة في الخلاط أو بالمضرب الكهربي. هنحطها كلها في الخلاط تتضرب كويس. ولو حابة تحطي عليها ماء زهر أو فانيليا، ماء الزهر بيديها كمان طعم حلو قوي لأنها هي قشطة عربي. هنحط عليها الخليط وبعدين هنصبها في طبق زي ما احنا شايفينها كده. بعد ما ضربناها في الخلاط غطيناها بالبلاستيك راب. لما تبرد هنعمل الخلطة بتاعت المكسرات، سوداني مجروش او فستق او بندق، اي مكسرات، ومعانا زبيب وجوز الهند ومعلقة قرفة بتدي طعم حلو. ممكن تحطي قطعة زبدة تخلطيها معاها. هنحط معلقتين برضو من الشربات التقيل، هنخلطهم كويس قوي زي ما احنا شايفين كده بالمكسرات بالحشوة. انا في دي اضافة من عندي وممكن ان انتي تستغني عنها. انا حطيت جزء من الكريمة، كريمة الخفق، ضربتها وهحط عليها معلقتين سكر، وهحط عليها جزء من القشطة العربي اللي احنا عملناها. وممكن ما تعمليهاش خالص، ممكن القشطة العربي بس تكتفي بيها. بس هنبدأ نحشي القطايف. على فكرة القطايف دي كانت من قبلها بيوم. بصوا طرية ازاي. هو المفروض ان هي تتعمل في يوميها مجرد ما تبرد. هنعملها بالشكل ده كورنيه كده. هنقفلهم الاول كورنيه. حطينا في كيس الحلواني الكريمة. هنعمل بقى الشكل بتاعها كده. بصوا الشكل بتاعها. ممكن بالمعلقة تحطيها لان انت هتغطيها بالفستق او بالبندق او اي مكسرات. بصوا الشكل بتاعها تحفة والطعم بتاعها خطير الحقيقة. نجيب بقى الشربات او العسل نحطه عليها، نرشه عليها كده. وممكن ما تحتاجيهوش. وهنعمل بنفس الشكل برضو بنفس الكورنيه اللي احنا عملناه بتاع القطايف. هنحط برضو شكل تاني. هنعمل اللي هو بالنوتيلا. بس هو الجزء ده الحقيقة اللي انا عملته بالنوتيلا مجاش في الفيديو. وهنعمل الشكل الحادق
حلوة جدا، تقدميها كده لضيوفك في رمضان. يا ريت لما تجربوها تقولولي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين.